ولا يهمنا. معايا هنا دلوقتي حوالي 2.5 لتر لبن. انا هعمل جبنه، فحبيت ان انا اعملها على القناه، تبقى موجوده على القناه عندي، وتعرفوا طريقتها ازاي. اكيد طبعا الناس عارفه طريقتها ازاي يعني، بس انا حبيت اعملها معاكم. احلى حاجه في الدنيا انك تعملي حته جبنه كده تاكليها تكون من تحت ايدك، من تحت اعمال ايدك يعني وكده، وتكون نظيفه، واللبن انتي واثقه فيه وجايباه منين وعارفه. انا بجيبه من ناس طيبين قوي، ربنا يبارك لهم يا رب. لبنهم زي الفل، لبن جاموسي اصلي مش مخلوط. وطبعا الجبنه معروفه ان لازم تتعمل بلبن جاموسي علشان ترمي معاكي في الوزن، وفي نفس الوقت تبقى ايه، تبقى حته جبنه حلوه كده تعرفي تاكليها. فانا عندي هنا حوالي 2.5 لتر لبن. انا عاده بعمل لترين بس، يعني لترين بلترين ما بزودش عنهم، بس هم جم 2.5 فقلت اعملهم على بعض. عامة انا باخد للتر لبن الواحد معلقة ملح واحدة ومعلقة منفعة واحدة. طبعا دول 2.5 لتر، يعني هحط 2.5 معلقة ملح و2.5 معلقة منفعة. بس قبل ما اعمل ده انا الاول هشوف عندي اللبن. طبعا احنا عارفين في ناس بتقول زي دمعة العين، لا هو بيسخن شوية 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 عن دمعة العين يعني، بس تقدري تحط صبعك فيه وما تقلقيش يعني. فانا بسخنه شويه، بس هو دلوقتي لسه حاطه على النار. هو كان سقعان شويه فلسه ما سخنش، لا لسه سقعان. انا غاسله ايدي يعني كل حاجه، فانا هستناه ما يسخن وارجع معاكم بقى واقول لكم هعمل ايه. هو بدا يسخن معايا اهو. معايا المعلقه دي اللي هعاير بيها، معلقه كبيره طبعا. احط معلقه ملح محترمه كده لكل لتر. ادي 1 2 والنص بتوع النص لتر، تمام. ومعايا هنا المنفعه اهي، بسم الله. ادي اول معلقه 1، بسم الله. تاني معلقه واعملي شويه زياده، بس كده كفايه، كده 2.5 معلقة كده تمام. هفضل بقى المفروض ان انا ادوب فيه لحد ما ايه، الملح يدوب بالشكل ده، ويوصل كمان للسخونه اللي انا عاوزاها. هدوب فيه شويه وارجع لكم عشان الفيديو ما يطولش. كده اللبن وصل خلاص السخونه اللي انا عاوزاها. كده خلاص اطفي عليه النار الغطا بتاعه كده، وهركنه عندي في المطبخ هنا حوالي من 5 ل6 ساعات على حسب بقى. بعد 5 ساعات او من 4 ل5 ساعات زي ما انت عاوزه يعني المهم ما يقلوش عن ال5 ساعات. بعد كده بقى هنشوف هيبقى عامل ازاي وهوريهولكم. رجعنا تاني، انا هعديه كده حوالي 8 ساعات 5 ساعات قصدي. واللبن باين ان هو ما شاء الله لبن نضيف ولبن تقيل. بسم الله الرحمن الرحيم. بالشكل ده هنزل بيها. هجيب بس ده تبداي بقى تجيبي كل الاطراف بتاعت الاشرب معاكي اهي كده، يبتدي يكون واضح، بس الاطراف كلها اهي معاكي. بالشكل ده اهي، مش عارفه باين ولا لا. ان شاء الله ايه ربطتها تمام. طبعا هي هتصفي ميتها بقى طول الليل. احنا دلوقتي حاليا انا عاملاها الساعه 8 تقريبا، 8 بعد العشاء، ودلوقتي حوالي الساعه 2، يعني هي كمان قعدت اكتر من 5 ساعات. عايزه تعملي عليها تقل اعملي عليها تقل، هوريكي تعملي التقل ازاي. نجيب عندي الصينيه دي كده وحطيتها اهي، وده كيس سكر تقريبا كيلو، وهنزل بيه كده. عاوزه تعملي تقل اعملي تقل زي ما انا عملت كده، مش عاوزه تعملي تقل عادي سيبيها، هي كده كده هتصفي شرشتها من هنا للصبح. اول بقى باذن الله ما تصفي الشرشه كلها اللي فيها وتبقى كويسه كده هوريها لكم. شايفين الجبنه وناشفه وجميله اهي، تتاكل على طول اهي.
ده بقى يكون شكل جبنتنا. جميله. انت عايزه تاكليها كده حاف اصلا، من غير عيش ومن غير اي حاجه خالص. لما تعملي حاجه من تحت ايدك بيبقى لها طعم تاني خالص. اتمنى انكم تجربوها. والف هنا على اللي يجربها. شكرا.